السلام عليكم. فكرة النهاردة هعمل خروف العيد بطريقة وأدوات بسيطة جدا غير مكلفة. زي ما انت شايفة كده هستخدم كرتونة الدواء، وكمان هستخدم الكمامة. ولو مش عندك كمامة هاتي أي قطعة قماش. هشيل الأول الجزء السلك اللي داخل الكمامة زي ما انت شايفة كده، وهستخدمه في آخر الفكرة في حاجة. وهاخد الكمامة ذات نفسها عشان أغلف بيها الكرتونة من الداخل. بعد ما اقص الكرتونه الجزء اللي جزء واحد بس من الكرتونه، زي ما انت شايفه كده قصيت جزء واحد. وبعد كده هغلف الكرتونه من جوه بالكمامه. لو عندك قماشه بيضه هتستغليها بدل ما تستخدمي الكمامه دي. كمامه نظيفه على فكره، مش مستخدمه. فانا كنت عايزه اغلفها من جوه بالابيض، فاخدتها وغلفت بيها الكرتونه الابيض من جوه. وزي ما انت شايفه كده هاخد الفايبر واعمله حلقات دائريه كده باشكال مش متناسقه، يعني مش لازم يكون كلهم احجام متساويه، لا، باحجام مختلفه. آه ولو ما عندكيش الفايبر تقدري تستخدمي ورق بنفس الطريقه كده. تجيبي الورق وتطريه شويه كده بميه وتسيبيه شويه ينشف، وقبل ما ينشف تبداي تبرميه بالشكل دوت، هيديكي نفس الشكل. ودي اوفر بكتير من الفايبر، وهيديكي نفس الشكل حلو برضو. وزي ما انت شايفه كده عملت بالاشكال بالفايبر عشان متوفر بس عندي استخدمته. وهعمل الفكره التانية بالكرتون وبالورق، وبرضو هنزلها على القناه باذن الله تشوفوها وتقولي رايكم برضو فيها. عملت خلاص كميه الفايبر زي ما انت شفتي باحجام غير متساويه زي ما قلت من بره كده باشكال من غير متساويه زي ما انت شايفه كده. وخليت جزء طويل من ورا اكن دوت الجزء الخلفي للخروف. وطبعا البوكس بقى باين زي ما انت شايفه كده، ما قفلتهوش بالفايبر، وهياخد بقى غطا الدواء. وهبدا الف عليه الفايبر برضو. ولو عندك غطا ازازه برضو ينفع يستخدم، بس غطا الدواء الغطا بتاعه اكبر في الحجم، فاداني الراس اكبر شويه فمتناسقه مع جسم الخروف. وزي ما انت شايفه كده بقى هبتدي اعمل العيون للخروف بخرستين كده صغيرين بالشكل ده. بعد كده كنت هستخدم الخرستين الكبار، بس قلت لا، اخلي الخرستين الكبار دول للودان، وخدت الخرستين الصغيرين للعيون زي ما انت شايفه كده، لزقتهم بالشكل ده. وبعد كده هبتدي اعمل الودان للخروف برضو بالخرستين الكبار. وهاجي بقى اعمل البوكس اللي ورا للخروف، هفضل سايباه مفتوح وهعمل له كمان حامل او ايد كده، ايد كده للخروف للبوكس اللي خلفي. طبعا الجزء اللي انا خرجته من الكمامه اللي هي السلكه الصغيره دي هاخدها والزقها في القماشه اللي انا هعملها يد للبوكس الخلفي للخروف بالشكل ده، عشان تبقى ثابته كده وواقفه زي ما انتم شايفين كده. بعد ما لزقتها بقت ايد كده للخروف، للجزء الخلفي الخروف. بصوا دي الراس بتاعت الخروف، وعلبة كده يتحط فيها بونبوني او هدية او العيدية بتاعت العيد. يعني ممكن تستخدمي بكذا طريقة. ممكن يتحط فيه بونبوني او شوكولاتة، او ممكن تحطي فيه العيدية للاطفال، او ممكن يتحط كده كمنظر ويتحط فيه تسالي على الترابيزة كلب او سوداني. يعني بيستخدم بكذا طريقة مش طريقة واحدة. ومنها اللي انت عملتي خروف العيد لولادك بدل ما تشتريه، دلوقتي سعره بقى غالي جدا، فبدل ما تشتريه بسعر غالي فانت نفذتيه بطريقة بسيطة ورخيصة. ومنها اللي هم فرحوا بلعبة جديدة، ومنك برضو عملتي حاجة تستفيدي تحطي البونبوني بشكل مختلف لزينة العيد كده، تزيني بيه الشقة عندك او المكان عندك على الترابيزة كده، تحطي فيه التسالي للعيد. بس كده ده الشكل النهائي للخروف العيد. واشوفكم في فيديو جديد وإعادة تدوير جديدة واعمال يدوية بسيطة غير مكلفة. واشوفكم في فيديو جديد، وسلام.